بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن زراعة بنجر السكر، أحد محاصيل إنتاج السكر. ميعاد الزراعة شهر 9 و10 و11، اللي هو سبتمبر أكتوبر نوفمبر. ويزرع في ميعاد آخر اللي هو شهر 7 و8، اللي هو يوليو أغسطس. يتم حرث الأرض من 2 إلى 3 حرثات، كل حرثة عمودية على الأخرى. ثم التسوية، ثم تنعيم الأرض بعمق من 30 إلى 40 سنتي. وضع خدمة زي شكارة بوتاس في الخدمة الزراعية مع شكارة سوبر ناعم، و50 كيلو بوتاس مع 50 كيلو سوبر ناعم، وتخلط في الأرض، وتخطط الأرض بمعدل من 10 ل 12 خط على قصبتين. طرق الزراعة: يحتاج الفدان إلى من 4 ل 5 كيلو، أي نص عبوة تحتوي على 50,000 بذرة تكفي لزراعة فدان. الزراعة ثم الري. بنزرع الأرض طبعا بين الجورة والأخرى، من 30 إلى 40 سنتي. تزرع في الثلث العلوي من الخط. راية المحاياة الأولى من 4 ل 5 أيام لتجرية المياه لإنبات بعض البذور الغائبة. يتم الري بعد 10 أيام، ويتم الانتظام في الري بعد الرية الأولى اللي هي 10 أيام. يضاف في الرية الثانية 50 كيلو سوبر ناعم. يوقف الري قبل الحصاد ب20 يوم. يفضل الزراعة شتوي أفضل من الصيفي. طبعا يزرع بنجر السكر في دورة ثلاثية أو رباعية، أي يزرع في المكان اللي هو فيه من 3 إلى 4 سنوات يتحمل الملوحة العالية. أول عملية من عمليات الزراعة الترقيع، وتتم بعد 21 يوم من الزراعة. الزراعة بالبذور طبعا الخف بعد 21 يوم من الترقيع، بقاء نبات واحد في الجورة الواحدة. تسميد الفدان: يحتاج الفدان إلى من 60 إلى 70 كيلو نطرات في السنة، موزعة على دفعتين، الدفعة الأولى والثانية، الأولى بعد شهر ونص والثانية بعد شهرين ونص. طبعا يحتاج البوتاس إلى 25 كيلو بوتاس، توضع في الجرعة الأولى مع النطرات أو اللوريا أو الملح. مقاومة آفات بنجر منها الدودة القردة، ودودة ورقة القطن، والذبابة والمن والتريبس، ونطاط الساق والخنفساء. طبعا علاجها بالأميدا كلبرايد أو الميثايل 90 أو اللمبادة أو الملاسيون أو لمبادة سايسرين، أو بالطعم السام أو المصائد الحشرية. الطعم السام ده عبارة عن 25 كيلو تشيش مع 20 لتر ماء مع كيلو عسل مع 5 جرام خميرة مع 2 كيلو شبة بوتاس اللي هي الشبة، أو أحيانا بنضيف كيلو ونص من الكلوروبروفوس أو الديازينون، وتوضع على أحرف الحقل أو في موزعة في المزرعة. طبعا في حاجة تانية، ممكن نعالج الفدان ب20 ل 30 لتر جاز أو كيروسين في الري، ده لموت الدودة والحفار. التخلص من الحشائش يا إما يدويا يا إما بالمبيد الحشائش. أخطر الشهور للإصابة بالحشرات اللي هي شهر مارس إبريل، اللي هي شهر 3 و4. وطبعا يتم الرش بواسطة الملاسيون أو الديمسويت أو اللمبادة سايسرين أو مادة الديازينون أو مادة الكلوروبروفوس. النيماتودا تعالج بالرش أو التسميد بمادة الإكزامايل 24. الحصاد الزرع من 6 إلى 7 شهور، يتم عن طريق الفأس أو الجرارات أو مكن الحصاد الآلي أو النصف آلي أو بالحصاد اليدوي. إزالة الأوراق والعروش التي تكون فوق الأرض قبل الزراعة بيومين أو 3. وطبعا وتعطش الأرض قبل الزراعة من 25 ل 30 يوم. في بعض الأصناف الإنتاج بتاع الإنتاج من 25 ل 50 طن بنجر من الجذور اللي هي تحت الأرض. في بعض الحشرات اللي بتصيبه زي صناعات الأنفاق والحشرات الساقبة والساقبة المص. أهم الأمراض والأمراض الفطرية زي التفحم، علاجه حرق النباتات أو
المصابة زي مرض والأمراض زي الميوزك. طبعا يرش طبعا بالملاسيون أو الديميسويت. في بعض الأمراض زي الأعفان وأعفان الأوراق وأعفان الجذور، طبعا بكبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم. أمراض البياض الدقيقي أو التبقع أو البياض الزغبي أو الأعفان، دي علاجها مادة الكبريت أو المنكوزيب أو مادة الميتالكسيل أو مادة البروبوكونازول. طرق العلاج اليدوية أو غير الميكانيكية: زراعة أصناف مقاومة، إزالة الأصناف المصابة وحرقها، مقاومة الحشرات ومقاومة الحشائش. طبعا تطهير التقاوى واتباع دورة زراعية. المطهرات الفطرية: الري المنتظم والصرف والرش بالمبيدات الحشرية والفطرية. وجود مفترسات حشرية وفطريات وبكتيرية. طبعا بنركز على أهم وأخطر مرضين، هو الأمراض البياض الدقيقي والزغبي بالرش طبعا بالفطريات، وفي حشرة المن والتريبس، دي أهم شيء، وصناعات الأنفاق. وبنركز برضو على جرعة الأعفان وجرعة النماتودة: أعفان جذوذ كبريتات النحاس، اكسكلور النحاس، هيدروكسيد نحاس، أو مادة برمنجانات البوتاسيوم، أو مادة النماتودة سواء حيوي أو كيميائي أو حشري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.